السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو مش بتتابعوا قناتي، أنا شيماء. النهاردة هعمل لكم الفلافل أو الطعمية. هنجيب كيلو إلا ربع من الفول المدشوش أو الفول المبشور أو المبشور، يعني زي ما انتوا بتقولوا عليه. وهنحط نص حزمة من الجرجير وحزمة كاملة من الكزبرة والشبت مع بعض والشمار. هنحط 6 فصوص من الثوم، وهنحط 4 بصلات متوسطين. هنحط قرن فلفل حامي واتنين من البارد أو الرومي زي ما انت عايزة. دي الخضرة بتاعتنا، أهم حاجة تكون فريش وطازة. هنبتدي نقطعها في الكبة بتاعتنا. هنا هنحط نص كمية الفول بتاعتنا، مش هنحط الكمية كاملة. يا ريت تتابعوا الفيديو معايا علشان نعرف الخطوات بالظبط، علشان ما تطلعش منك كبسة ولا تطلع معاكي يعني تخينة أو صيصة خالص يعني. هنقطع نص كمية الخضرة والبصل على نص الفول الأولاني. شوية من الثوم، وهنحط نص كمية الفلفل. في واحدة هتقولي ان انتي بتحطي الشبت والكزبرة يعني بالعصيان بتاعتها. لا، انا العصيان دي رفيعة خفيفة، يعني مش هتبان معاكي خالص. انا كنت يعني منقياها كده بالواحدة. ف يعني العصبة بتاعتها صغيرة، مش كبيرة يعني. اهو هنا قصيت الجرجير عشان العيدان بتاعته بتبقى تخينة شوية. هنا كمون وكزبرة، حطيت معلقة ونص خليط مع بعض، معلقة ونص كبار. ممكن تزودي برضو عادي. هنا هنضرب الخليط اللي احنا عملناه كده في الكبة. اهم حاجة هنا ما نضربوش جامد، يعني هنسيبه كده مخشن شوية يعني، في شوية خشونة كده اهو يعني. علشان لسه هنحط نص الكمية التانية. يعني لو كنا ضربناه اكتر من كده كان هيبقى سايل خالص، هيبقى زي المية كده معايا. نخلي بالنا من التركات دي. نحط باقي كمية الخضرة، وهنقطع الثوم والبصل عليها. كده هنحط باقي كمية الفول اللي موجودة معانا. هنبتدي نضربهم. قبل كده احنا لسه ما كناش حطينا الفلفل الحامي او الحراق. احنا هنحط القرن الفلفل. هنقطعه. هنضربه في الكبة مع بعض. ادي كنت خلاص خلطت الكمية كلها. شايفين النعومة ازاي؟ ناعمة وطرية وفي نفس الوقت ماسكة نفسها، ومش تخينة ومش سايلة، يعني مظبوط القوام، مظبوط بالظبط. انا محطتش لحد دلوقتي اي بيكربونات او بيكنج باودر او اي حاجه رافعه. انا هخليها كده يعني، مش هحط لها اي بيكربونات صوديوم او اي حاجه. هتشوفوا انا هعمل لكم شويه كده صغيرين علشان اوريكم هي هشه وطريه ازاي. هحطها في طبق او حله تاني. انا هنا هفرزها في اكياس، يعني هفرزها في اكياس على قد القليه بتاعتي. شايفين الطراوه بتاعتها حلوه ازاي؟ اهو.
شايفين القوام ناعم ازاي؟ هوريكم واحدة دلوقتي. لا هي بتلزق في ايدي ولا هي تخينة مثلا او سميكة، لا يعني شايفين ناعمة ازاي وطرية. مش هتحتاجي معاكي لأي حاجة تانية غير الملح. معانا هنظبط الملح بتاعها من معلقة ونص صغيرين ملح لمعلقتين، يعني القوام ده بقى تظبطيه انت شوية بشوية. تنزلي بمعلقة الأول تقلبي وتشوفي إذا كان هتحتاج تاني ولا لأ. من معلقة لمعلقتين، من معلقة لمعلقة ونص من الملح. هنقلب الملح هنا، هنقلب كويس علشان الملح يدخل في كل العجينة بتاعة الطعمية أو الفلافل بتاعتي. هنا كنا تمام. أنا بحب أحط لها سمسم، فأنا هقليها مع السمسم. هوريكم كام واحدة كده، أنا مش هقليها كلها دلوقتي. اهو هرش شوية كده، هقلب على جنب اللي أنا عايزاه. شايفين كورت معايا بكل سهولة، وفي نفس الوقت مش طرية ومش سميكة، يعني هتطلع من جوه هشة وجميلة وطرية، ومش هتحتاج معايا لأي مواد رافعة. شايفين لونها حلو ازاي كمان؟ لونها مخضر كده وحلو وجميل، مفيش حاجة زايدة عن التاني. هو شايفين بعد ما قليتهم، شايفين مقرمشة من بره ومن جوه هشة وطرية وجميلة. شايفين مش كبسة أو تخينة أو أي حاجة، لا طعمها جميل جدا والله، جربوها. الطريقة دي مظبوطة وإن شاء الله تعجبكم. باقي العجينة أهو، وهنفرزها إن شاء الله في أكياس على قد القلية بتاعتنا أهو من جوه. طعمها جميل جدا، يعني شهية وجميلة، وريحتها مقولكوش على ريحتها عاملة ازاي، من غير اي بيكنج باودر ولا بيكنج صودا ولا اي حاجه من الحاجات دي. اهو اذا عجبتكم الوصفه فضلا وليس امر، لايك وشير وسبسكرايب.